يا شيفات، النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بطاطس محشية باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة وطعمها جامد جدا ومليانة شغل وريحة تفتح النفس كمان. وكمان عملنا فراخ بروستد أحلى من بتاعت برا مليون مرة، والكلام ده ثقة. مستوية تحفة، بس هنزلها في فيديو منفصل عشان الفيديو ما يطولش عليكم. صلوا على الحبيب المصطفى ويلا نبدأ الفيديو على طول. اول حاجه هجهزها الحشوه، وببدا بالبصل هنزله على الماده الدهنيه اللي بتفضليها سواء سمنه او زيت. يا دوب يدبل بنزل باللحمه وهي مجمده على طول كده. اول ما اللحمه تعرق كده وتبدا تفك بفركها واكسرها كويس جدا علشان ما تفضلش كتله واحده. وطبعا زي ما شفتوا في البدايه بحط معلقه صغيره من الملح ونص معلقه فلفل اسود وربع معلقه صغيره من القرفه ونص معلقه من السبع بهارات. وطبعا دي اظبط تتبيله ممكن تعملي بيها اللحمه المفرومه. اول ما احس انها بدات تدخل في السوا بنزل بالفلفل الاخضر المقطع واقلبه معاها وشويه لغايه ما يدبل وياخد طعم اللحمه. وبفضل اقلب في اللحمه على النار لحد ما تستوي وتاخد طعم التوابل كله. هنا بكون مجهزة 2 طماطم في الكبة او طماطم مبشورة بنزلها على العصاج. بصراحة بيفرق في طعم العصاج جدا، لما بتستوي كده في الطماطم بيديها طعم حلو قوي. وفي الوقت ده بكون مجهزة حاجة مهمة جدا، كوباية برغل مغسول، كوباية شاي كده صغيرة امليها برغل، ويفضل ان هو يكون برغل الضحى. بصراحة انضف نوع برغل ممكن تستخدميه، بيستوي بسرعة جدا ونضيف جدا مفهوش اي حاجة. برغل الضحى كوباية صغيرة كده من الشاي متصفية ومنقوعة في نص ساعة في مية دافية. بكون مجهزاه ان انا اضيفه على اللحمه على طول. فكره البرغل مهمه جدا في الوصفه دي، في وصفه اللحمه المفرومه يعني، مش في البطاطس كمان. يعني بيزود كميه اللحمه المفرومه من غير ما يغير الطعم خالص، بالعكس بيدي قوام وطعم حلو قوي ومتوازن كمان. وبتقدري تستخدمي الكميه لاي وصفه تانية، سواء هتعملي كفته داود باشا، كفته مشويه، هتعملي حشوات بشاميل وجلاش، اي نوع حشوات هتنفع معاكي وهتبقى حلوه قوي. بقلب البرغل كويس لغاية ما يتوزع ويتشرب في الطعم ويبقى جاهز للحشو. هنا كنت مقشرة البطاطس وهبدأ اقورها معاكم، ويفضل ان حجم البطاطس تكون صغيرة مش هتتعبك ابدا في التقوير. بستخدم المقوار ده خاص بالبطاطس، وكمان حلو قوي في الكوسة، سهل ومريح قوي بصراحة، حلو جدا بيوفر معاكي وقت ومجهود عن المقوار العادي الطويل بتاعنا بتاع البيوت المصرية كلها. دلوقتي هجيب الكاميرا من الناحية التانية عشان تشوفي عملته ازاي. مجرد ما بدخل كده المقوار في نص البطاطساية وبفرغها كده وبجيبها داير ما يدور كده، خلاص بتكون البطاطساية خلصت معانا. كمان لو حجم البطاطس صغير كان هيبقى اسهل ويعني واسرع بكتير. هنا بس انا عشان حجم البطاطس كان كبير قسمتها كده اتنين ويا دوب شلت لها القاعدة كده من تحت بتاعت البطاطساية اللي هنوقفها عليها في الصينية بتاعتنا، وهرصهم جنب بعض على طول. هبدأ في الحشو دلوقتي. بجهز الصينية بتاعة الحشو. قبل ما بجهز الصينية وقبل ما ببدأ في الحشو خالص بشغل الفرن فوق وتحت على درجة حرارة 200. ولما بدخل صينية البطاطس المحشية بنزل درجة الحرارة بعد نص ساعة ل170، يعني أول نص ساعة بخلي درجة الحرارة 200 علشان كده تبدأ تغلي وتستوي معانا. وبعدين بنزل درجة الحرارة من بعد نص ساعة، نص ساعة تانية لدرجة 170، وبرضو بفضل مشغلها فوق وتحت. لو حابة تضيفي موتزاريلا في اخر كده قبل ما تستوي كده ب5 دقايق، او بعد حتى ما تستوي 5 دقايق بس ضيفي شوية الموتزاريلا كده من فوق. بس هي كده كانت طعمها حلو قوي بصراحة. وانا بجهز الصينية بحط الاول عيدان من الخضرة زي البقدونس او شوية شبت بسيط او حتى شرايح بصل، بتدي طعم حلو قوي قوي. جهزنا الحشو بتاعنا والبطاطس بتاعتنا مقورينها والصينية مجهزينها والفرن مشغلينها يلا الغدا خلص. بجهز هنا كمان التشريبة بعد ما بحشي البطاطس على طول. ممكن على فكرة تحطيها شوية شوربة هتبقى حلوة قوي برضو لغاية كده قبل نص البطاطس بشوية، وبتغطيها مثلا بفويل. لو مش حابة تغطيها برضو هتستوي هتبقى زي الفل. بس انا النهاردة فضلت ان انا اعملها بصلصة طماطم، ما سبكتش ولا اي حاجة، مجرد ضربت 3 طماطمات في الكبة في الخلاط او الهاند بلندر اي حاجة، ان شاء الله حتى تبشريهم كده وتضيفي لهم شوية مية دافية هيبقوا حلوين. وعملت لها حطيت معلقه ملح كبيره ونص معلقه فلفل اسود، وحطيت التشريبه عليهم وقلبتها ودخلتها الفرن على طول. وحطيت معلقه من الزيت النباتي، ومتفقين ان الزيت يكون طعمه حلو واحنا بنطبخ بنعمل حلويات زيت طعمه حلو، بنقلي زيت القلي خلاص عادي زي ما اتفقنا يعني. في كل فيديو ان شاء الله هسيب لكم بعض الصور للوصفات اللي نزلت ولسه هتنزل على القناه، تابعها عشان يوصلك كل جديد. وهسيب لكم الصفحات التانية في صندوق الوصف تحت
الفيسبوك والتيك توك، وبرضو مستنياكم هناك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.